على هذه البطولة. أفضل 7 نمرات في البطولة. النادي الاهلي كرة الطايرة البطولة الثامنة، البطولة العربية الثامنة. انتهى المباراة طبعا بفوز النادي الاهلي على النادي النصر البحريني ب3 أشواط ل0. نيكوديم والينسكي يستاهلها أفضل معد في البطولة، لاعب الوكرة القطري، لاعب من طراز فريد صربي الجنسية، يتسلم جائزة أفضل معد في البطولة. ده افضل معد في البطولة طبعا اللاعب الصربي من فريق الوكرة القطري. طبعا محمود الخطيب مشرف مصر كلها طبعا ومنور الدنيا كلها كابتن بيبو. أحمد صلاح أفضل لاعب مركز 2 احمد صلاح طبعا افضل لاعب في البطولة. طبعا البطولة دي كان مشترك فيها نادي الزمالك بس انسحب في الاوقات الاخيرة طبعا لعدم وجود اللاعبين، لان لاعبين نادي الزمالك لكرة الطايرة طبعا انسحبوا كلهم من البطولة من الفريق نفسه يعني. محمد عادل سلامة أفضل دولة محمد عادل سلامة ما شاء الله 2 متر و5 سنتي ما شاء الله، افضل سنتر بلوك. محمد عادل سلامة 2 متر و5 سنتي ما شاء الله. نادي الاهلي مشرف مصر في كل الالعاب بسم الله ما شاء الله يعني. نادي الاهلي هو مصدر السعادة الوحيدة في مصر. نادي الاهلي هو مصدر السعادة الوحيدة في الرياضة المصرية عموما. دولة طبعا النهارده كان في تواجد جماهيري مكثف الحمد لله، طبعا ده شيء كويس من إدارة البطولة الموجودة، سمح للجماهير بالتواجد الحمد لله. كابتن بيبو طبعا اكيد بالاحضان، كابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطايرة، محمد عمر من نادي النصر البحريني يحصل على تاني افضل لاعب سنتر بلوك في البطوله. دي يا جماعه البطوله الثامنه للنادي الاهلي، البطوله الثامنه، البطوله العربيه الثامنه للانديه ابطال كره الطايره الانديه العربيه، البطوله رقم 8. احنا كده بينافسنا فريق صفاقس التونسي عنده 7 بطولات، فريق الزمالك طبعا عنده بطولتين فقط لا غير في البطولات العربيه، بطولتين فقط لا غير نادي الزمالك. الاهلي بسم الله ما شاء الله طبعا بتوقيت الثامنه طبعا بتوقيت مصر طبعا يعني دي البطوله الثامنه بسم الله ما شاء الله. محمد يعقوب نادي النصر البحريني. النصر البحريني يفوز بأفضل مركز 4. أفضل مركز 4 طبعا محمد يعقوب فريق النصر البحريني. محمد يعقوب وأفضل ثاني لاعب مركز 4. لن تخرج عن الاثنين دول. طبعا جماهير النادي الاهلي متواجده طبعا بسم الله ما شاء الله.
بمجرد السماح للجماهير بالتواجد طبعا. بسم الله ما شاء الله. طبعا الصاله المغطاه في استاد القاهره، طبعا الصاله المغطاه رقم 2. بسم الله ما شاء الله يعني اتملت. خميس الجبري ده اعتقد ده لاعب الوكرة القطري اعتقد، ولا السيب العماني. الجبري يحصل على افضل تاني مركز 4 مع العلم هو لاعب اوبزيت. بيبو منور الدنيا طبعا. مركز 2 نادي السيب العماني طبعا افضل ليبرو. نادي السيب العماني افضل ليبرو في البطولة. سعيد افضل لاعب في البطوله طبعا، نتمناه يكون اهلاوي طبعا. احمد سعيد الاهلاوي الجميل احمد سعيد افضل لاعب في البطوله عموما. احمد سعيد رقم 18 يفوز بافضل لاعب شامل في هذه البطولة من النادي الاهلي. منورين رجاله النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. كرة طايره رجاله حديد، رجاله بجد. وطبعا المدير الفني بتاع الرجاله دي طبعا الكابتن محمد مصلحي. نتمنى يكون عندنا مدرب زي كده في كرة القدم بصراحة. محمد مصلحي روح، عنده روح فظيعة. كابتن محمد مصلحي مدير فني لكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي. خميس الجبري افضل ثاني مركز 4 من نادي السيب العماني. عبد الله بن سالم افضل ليبرو في البطولة من السيب العماني. وهنشوف طبعا تسليم ان شاء الله ميداليات الذهب ان شاء الله للعيبه الاهلي ان شاء الله. دقائق او ثواني ان شاء الله ونشوفنا مع بعض ونتابع مع بعض. دي طبعا كانت مراسم تسليم الميداليه الفضيه لصاحب المركز الثاني فريق النصر البحريني. طبعا استلموا الميداليات الفضيه بتاعتهم، ودي صوره تذكاريه للفريق مع منظمين البطوله. مبروك فريق النصر البحريني طبعا المركز الثاني وهاردك للهزيمه. هزيمه كانت ب3 أشواط مقابل لا شيء للنادي الاهلي. طبعا فاز الشوط الاول كان 25-10، والشوط الثاني كان 25-15، والشوط الثالث كان 25-18. طبعا النادي الاهلي طبعا فاز باكتساح. بسم الله ما شاء الله. البطوله دي يا جماعه النادي الاهلي ما خسرش غير شوط واحد فقط لا غير، يعني فاز في كل المباريات ما عدا شوط واحد فقط لا غير هو اللي خسر النادي الاهلي. وطبعا يوميها كسب الماتش كان 3-1. طبعا تسليم الجوائز المركز الاول طبعا والميداليات الذهب لابطال البطوله العربيه طبعا ال 41 والبطوله الثامنه للنادي الاهلي. مليون مبروك ابطال النادي الاهلي. كابتن الفريق عبد الله عبد السلام عبو الاسمراني الجميل. واحمد سعيد والويجي ومحمد عادل واحمد صلاح. بسم الله ما شاء الله رجاله يعني. وعبد الرحمن سعودي. كابتن بيبو طبعا كتر خيره، شايفين يعني الماشيه بتاعته طبعا يعني كتر خيره طبعا. هو بيعمل عمليات وبيتابع مع الدكاتره في المانيا وفي سويسرا، نازل من على السلم اهو طبعا يعني كتر خيره ربنا يعينه. عنده الغضروف طبعا مشكله طبعا يعني بيعاني منها من فتره كبيره في العمليات الجراحيه والمتابعات الطبيه طبعا يعني ربنا يعينه كتر خيره. كابتن ياسر القمر اللي في النص ده اللي لابس نظاره ده رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره طبعا، ونائب رئيس الاتحاد العربي. الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكره الطائره بتسليم النادي الاهلي المصري طبعا عبد الله عبد السلام عبو. الميداليه الذهبيه للمايسترو عبد الله عبد السلام يتقدم في البدايه. والله المنظر ده بيفكرني بالميداليه المسروقه بتاعت اللواء مصطفى هدهود اعتقد اللي هو كان محافظ البحيره اسبق وكان نائب رئيس نادي الزمالك السابق برضو، لما اخذ الميداليه الذهبيه من فريق سبورتنج الاسكندري وحطها في جيبه.
كان منظر طبعا مخزي يعني ومحرج جدا. حسام يوسف وبعدها على طول طبعا الاستاذ مرتضى منصور اقال اللواء مصطفى هدهود من نائب رئيس الزمالك، اقاله من وشطب عضويته عشان سرق الميداليه الذهبيه ليوندر جارسيا من نادي سبورتنج سكندري. كانت يوميها كرة اليد اعتقد، او كرة الطايرة، لا كرة اليد يا رب، ناتو. كرة اليد مظبوط. ده اللاعب المحترف طبعا في النادي الاهلي، افضل لاعب في البطوله احمد سعيد. احمد سعيد البطل، افضل لاعب عام في البطولة طبعا احمد سعيد. طبعا كل لاعب مع ابنه، محمد عادل سلامة فرحة طبعا، فرحة طبعا اكيد فرحة. حصل على افضل وده محمد عادل سلامة دولة، سنتر بلوك بسم الله ما شاء الله، 2 متر و5 سم، افضل سنتر بلوك في البطولة طبعا. والحسيني طبعا بسم الله ما شاء الله، عبد الرحمن الحسيني، مبروك يا رجالة. لويجي اللاعب الايطالي، داتسو المحترف الايطالي. مبروك يا لويجي، فليستاسيون بالايطالي. سعودي فليسا. سنتر بلوك. عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك تاني للنادي الاهلي. محمد رمضان. محمد رمضان، رمضان عندنا، رمضان في الطايره ورمضان في كره اليد برضه. احمد عسد الشرباجي احد تدعيمات يلا يا شورباجي الأهلي اهو، في هذا العام. شورباجي بيستلم الميداليه بتاعته. وجماهير طبعا، دي الجماهير طبعا دي اللي ليها كل التحيه والتقدير والشكر. والجماهير المفروض ياخدوا يعني فعلا بجد يعني درع للجماهير، الدرع ده للجماهير. لاعب مركز 2 كان بديل في هذه البطوله لاحمد صلاح، احمد قطب. لاعب مركز 2 محمد عبد المحسن سليمان كان بيلعب وهو مصاب. محمد مصلحي ده المدرب المدير الفني طبعا للنادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، روحه وحماسه مش ممكن مع اللعيبه في ارض الملعب. نتمنى يكون عندنا في كره القدم في النادي الاهلي حد بروح الكابتن محمد مصلحي طبعا، نتمنى والله بجد يعني. الراجل ده راجل مدير اداري قمه في الروح والعطاء والحب للنادي الاهلي. محمد مصلحي المدير الفني لرجال كره القاهره بالنادي الاهلي. جماهير طبعا، جماهير العظيمه طبعا، محبه والعاشقه للنسر الاهلاوي، الكيان. مدرب عام النادي الاهلي مشرف مصر دايما، النادي الاهلي، والنادي الاهلي الوحيد يعني البسمه الوحيده في مصر والانتصار الوحيد في مصر بيكون دايما باسم النادي الاهلي، بالرغم من الاخفاقات كلها طبعا في كل الالعاب. اخفاقات منتخب الشباب لكره القدم، اخفاقات طبعا اللي قبل كده طبعا المنتخب الاول ومنتخب الناشئين، واخفاقات نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، واخفاقات نادي الاهلي برضه في دوري ابطال افريقيا. الا ان النادي الاهلي دايما بيفرحنا يعني، حتى لو في حكم مرافق يعني اخفاق في لعبه معينه بنلاقي النجاحات في الالعاب التانية. والحمد لله ان النهارده النادي الاهلي بيعوضنا بالبطوله العربيه، وبيعوض جماهير النادي الاهلي بفرحه كبيره الحمد لله. مليون مبروك رجال النادي الاهلي، البطوله العربيه الثامنه في تاريخ النادي الاهلي اتكتبت خلاص. واحنا كده نفرق عن فريق الصفاقسي التونسي ببطوله واحده، احنا كده رقم 1 في العرب ب8 بطولات عربيه، والفريق الثاني بعدنا طبعا فريق الصفاقسي التونسي ب7 بطولات. اما نادي الزمالك طبعا له بطولتين فقط لا غير يعني. يلا مليار مبروك يا شباب، مليار مبروك لجماهير الاهلي، مليار مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والان جاءت الصوره التذكاريه، لحظه الكاس البطوله كاس البطوله ما ينفعش طبعا نقفل قبل ما نشوف كاس البطوله ولسه رافعينه يعني اللعيبه والجهاز الفني مع بعض. الصوره التذكاريه تجمع البطل مع الاتحاد العربي للكره الطائره رقم 41. هات الجماهير يا مخرج شويه، هات الجماهير يا سعاده المخرج، الجماهير شويه اهو. طبعا ده الكابتن محمد مصلحي، هو ده يا شباب المدير الفني للنادي الاهلي كره الطايره رجال. البطوله محمد مصلحي عام 1978. الجماهير هو ده روح اكسيد الحياه، هو الجماهير، اكسيد الحياه في الحياه الرياضيه هو الجماهير طبعا، هو الروح وهو الكيان وهو الحب كله الجمهور. على يد النادي الاهلي المصري.
كابتن النادي الاهلي طبعا هيستلم الكاس، درع البطوله طبعا، يرفع عبد الله عبد عبد السلام الله عبد السلام عبو. وادو كابتن النادي الاهلي، والدكتور عبد الهادي الشريف مبروك رئيس مبروك مبروك يا الاتحاد شباب، العربي، ومعاه طبعا الكابتن محمود الخطيب والمهندس ياسر عمر رئيس الاتحاد المصري ونائب والجماهير الحلوه طبعا. الاتحاد العربي، والكابتن محمود والله دي حكيتك بالدنيا كلها يا كابتن بيبو، دي حكيتك كلها بالدنيا يا كابتن بيبو. على البطولة الكاملة. ونقول دايما بيبو 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 الله يا خطيب، وخلي اللي يتغاظ يتغاظ، واللي يطق يطق، واللي يفرقع يفرقع، واللي يعرف ياخد بطوله زينا مش هنقول له يا عمنا. شكرا ابطال الاهلي، شكرا. من ساهم وساعد في اخراج هذه اللحظه الجميله من كل الاتجاهات، سواء الاتحاد العربي، الاتحاد